في إطار مكافحة الغش وحماية المستهلك، وتزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وأثناء تواجد أفراد الفريق الإقليمي للترك الوطني بواد السلام بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين مدينة غليزان وتيارت، وبالضبط بالمكان المسمى كاف الأزرق بلدية واد السلام. وأثناء قيامهم بنقطة مراقبة تم توقيف شاحنة قادمة من مدينة تيارت. بعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تبين بأن سائقها يحمل على متنها كمية معتبرة من مادة الخل نوع لوريزون قدرت ب 1930 قارورة. عند مراقبة هذه المادة عاينا بأنها منتهية الصلاحية بتاريخ سنة 2017، حيث عمد صاحبها بزيادة تاريخ صلاحية المنتوج إلى غاية سنة 2023 بوضع لاصقات ورقية صغيرة الحجم على تاريخ المنتوج. على الفور تم توقيف سائق الشاحنة وحجز السلعة. مواصلة للتحقيق تم التنقل إلى ولاية مجاورة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة مادة الخل ومواد التنظيف بكل أنواعها. بالتنسيق مع مدير التجارة تم معاينة هذه السلعة، أين تبين بأنها كذلك منتهية الصلاحية والتي كانت بصدد تسويقها عبر الولايات المجاورة. قدرت جميع المحجوزات ب 13390 قرار منتهية الصلاحية من مختلف المواد. تم تحرير محضر قضائي ضد صاحب الورشة، والذي أرسل إلى الجهات القضائية، أين تم رفع الجناح التالية: جنحة تحرير فواتير وهمية المطبقة على المؤسسة التجارية، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار خارج مضمون السجل التجاري، جنحة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغييرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر، جنحة تقليد العلامات، مخالفة عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، جنحة محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صناعة المنتوج، جنحة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص. المحجوزات تم إتلافها تبعا لتعليمات النيابة المختصة. يبقى الرقم الأخضر 1055 وهو موقع الشكوى المسبقة في بيجيان بخدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة.